بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله النهارده هنشتغل مع بعض محافظة القليوبية، المحافظة الرابعة في الهندسة. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. واحد، عدد محاور تماثل نصف الدائرة يساوي. وهنا بيسألني سؤال تراكمي، بيقول لي عدد محاور نصف الدايرة. فأنا المفروض هنا في نص الدايرة أنا عارف لو الجزء ده كده نصف دايرة، مركزها م. لو عايز أجيب محور تماثل بيقسم الشكل ده، فهو مفيش غير محور واحد فقط اللي هو الجزء ده كده. فمحور التماثل هنا هو عددهم واحد فقط. نصف الدايرة وربع الدايرة وثلث الدايرة عدد محاور التماثل واحد. أما الدائرة كاملة، لو سألك على الدايرة كاملة فعدد لا نهائي من المحاور. يبقى دلوقتي كده اتفقنا خلاص إن الدايرة كاملة عدد لا نهائي، أما نصف أو ربع أو ثلث فهو محور واحد فقط. السؤال الثاني، بعد النقطة -4 و2 عن محور الصادات يساوي كم وحدة طول؟ لو اداني نقطة وعايز يعرف بعد عن محور معين، قال لك هنا محور الصادات. فتعال نركز مع بعض كده. الشبكة التربيعية بتاعتنا هي ده محور س وده محور ص. النقطة بتاعتك -4 و2، عند -4 وطلع للاتنين. فالنقطة هنا كده، النقطة دي كده هو عايز يعرف هي بتبعد قد ايه عن محور الصادات. تعال نشوف محور الصادات. انا مشيت -4 عن محور الصادات، ادي واحدة، التانية، التالتة، الرابعة. يبقى كم وحدة طول؟ وحدة طول 4 وحدات عن محور الصادات. طيب القاعدة يا مستر إن أنا باخد قيمة السين وأحطها جوه مطلق، لأن ما عنديش أطوال بالسالب، فالقيمة بتاعتك هتكون 4. طب يا مستر لو سألني بعد النقطة دي عن محور السينات، لو قال لك عن محور السينات فأنت بتاخد قيمة الصادات بالمطلق. طيب السؤال الثالث، إذا كانت 2 ج س بتساوي ظ س حيث س قياس زاوية حادة، فإن س. طيب نشوف مع بعض هنحل السؤال إزاي. هو هنا مديني معادلة بس دالة مثلثية، بيقول لي إن 2 ج س. أقول له خلاص تعالى معايا كده، 2 ج س تساوي ظ س. طب ما تيجي نفك الظ س ونشوفها بإيه. أنا عندي كده 2 ج س تنزل، الظ س عبارة عن الجا س على الجتا س. طيب أنا عايز أخلص من الاتنين دي كده، لو عايز أخلص منها أعمل إيه؟ هقسم على الاتنين. هنقسم على الجا س الناحية دي وعلى الجا س هنا. فالجا س دي راحت مع الجا س، هيتفضل لك 2 على اليمين، ويتفضل لك هنا البسط جا س راح مع المقام جا س، يتفضل لك 1 على جتا س. طيب الاتنين دي مقامها 1، فتيجي نضرب طرفين في وسطين، أو ممكن أقول لك تعمل حركة بسرعة أوي. تعال نقلب 2 على 1 نخليها 1 على الاتنين، وزي ما قلبت الطرف اللي على اليمين نقلب الطرف اللي على الشمال، تبقى جتا س على 1. يبقى جتا س دلوقتي بتساوي نص. الجتا اللي بتساوي نص الزاوية بتاعتها بكام؟ ب60 درجة. يبقى قياس زاوية س هتساوي 60 درجة. لو أنت مش حافظ الزوايا فتقول شيفت كوزين نص يديك 60. نقول تاني بسرعة، أنا قلت 2 ج س بتساوي ظ س، فكيت الظ س خليتها ج س على جتا س. بعد كده طيرت الجا مع الجا عشان قسمت على جا في الطرفين، بقت 2 على 1 بتساوي 1 على جتا س. عملت مقلوب للطرفين، يبقى الجتا س بتساوي نص، يبقى شيفت كوزين نص، يبقى الزاوية بتاعتك ب60 درجة. السؤال الرابع، ألف باء عمودي على ج د. طيب إذا كان ألف باء عمودي على ج د وكان ميل ألف باء بيساوي 5، فإن ميل ج د. عارفين يا شباب كلنا إن لو في عندي مستقيم عمودي على مستقيم، المستقيم ده عمودي على المستقيم ده، يبقى أنا استنتج إيه؟ استنتج إن ميل الأول بيساوي مقلوب ميل التاني بس بالسالب.
يعني لو ميل الأول خمس يبقى ميل التاني أقلبه وأغير الإشارة، يبقى -5. طيب تعالَ نفتكرها بجملة بقى بسيطة كده، لمّا يقابلك ميل وعايز الميل العمودي شقلب واقلب، شقلب الكسر واقلب العلامة. طيب أشقلب الكسر بدل ما هو 1/5 يبقى 5/1، هنمشيها بالخطوات تبقى 5/1. طيب يا مستر دلوقتي أنا عايز هاغيّر الإشارة بدل ما هي موجبة تبقى سالبة، -5/1 هي -5، يبقى الاختيار الصحيح عندنا هو أ. السؤال الخامس: الخط المستقيم الذي معادلته 2 ص يساوي 5 س زائد 6 يقطع من الجزء الموجب لمحور الصادات جزءًا طوله. طيب ما دام عايز الجزء المقطوع والصاد في طرف لوحديها والسين والرقم، لازم أخلّي الصاد معاملها 1، فاقسم هنا على الاتنين وهاقسم هنا على الاتنين وأقسم هنا على الاتنين، عشان ما أبقاش غيّرت في سؤالي. يبقى لمّا أكتب لك المعادلة 2 ص تساوي 5 س زائد 6، هنقسم على الاتنين في الطرفين، من هنا أوصل إن الصاد تساوي 5 على الاتنين س زائد 6 على الاتنين فيها ال3. لو طلب منك الميل فهو معامل السين، أمّا لو الجزء المقطوع فهو الحد المطلق، يبقى نقول له 3 وحدات وده الاختيار الصحيح. شوف السؤال التاني يا شباب. السؤال 6: جا 30 زائد جتا 60 درجة يساوي. ابدأ هات قيمة كل واحدة. جا 30 يا شباب دي بنُص، زائد جتا 60، جتا 60 كلنا عارفين برضه إن هي بنُص، نُص زائد نُص ده يساوي 1 صحيح، يبقى الاختيار الصحيح هو ج. بدون استخدام الحاسبة اثبت أن 2 جا 30 يساوي ظ تربيع 60 ناقص 2 ظ 45. ناخد الطرف الأيمن يا شباب نجيب قيمته، والطرف الأيسر ونجيب قيمته. نقول الطرف الأيمن 2 في جا 30 بنُص، يبقى 2 في نُص بيساوي 1 صحيح. ناخد الطرف الأيسر يساوي ظ تربيع 60، الظا 60 بس بجذر ال3 تربيع ناقص 2 ظ 45 دي ب1، جذر ال3 تربيع دي 3 ناقص 2 في 1 ب2، 3 ناقص 2 ب1، يبقى الطرفين دلوقتي قيمتهم ب1، يبقى إذًا الطرفان مالهم متساويان. طيب السؤال باء: أوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة 2 وسالب 5 وميله 2. معادلة المستقيم عشان أكوّنها لازم يكون معايا حاجتين، لازم يكون معاك نقطة تجيب منها الجيم، ومعاك ميل عشان تجيب منّه ميل المستقيم. فنقول له يا مستر كده معادلة المستقيم العامة هي ص بتساوي م س زائد الج. أنا معايا الميل خلاص. طيب عشان أجيب الجيم، الجيم لازم يكون معايا س معايا ب2 ومعايا ص بتساوي -5 ومعايا الميل بيساوي 2. فأقول له الجيم من قانونه ص ناقص الميم في السين وأبدأ أعوّض أجيب قيمة مين؟ الجيم. يبقى ج هتساوي ص معايا بسالب 5 ناقص الميل ب2 في السين 2، 2 في 2 ب4 -5 -4 يبقى -9. يبقى إذًا المعادلة بتاعتك ص هتساوي الميل 2 س ناقص 9، دي المعادلة اللي بتمُر بالمستقيم، بتمُر ب2 وسالب 5 وميلها 2. طيب السؤال التالت يا شباب: إذا كانت ج منتصف أ ب، حيث أ ب حيث أ بسالب 3 وص والباء ب9 و11 والج بس وسالب 3، أوجد قيمتي س وص. هنا لازم تحدد هو مين فيهم المنتصف.
المنتصف عندك كده وقال لك هي ج. خلاص يبقى ج دي اللي هتكون بره في القانون بتاع المنتصف. طب نطبق الكلام ده بالارقام. انا عارف ان المنتصف بيساوي مجموع السينات على الاتنين ومجموع السرات على الاتنين. المنتصف بره هي قيمة الجيم اللي هي س وسالب 3. المفروض هنطبق على نقطة الألف والباء، فنقول له سالب 3 زائد 9 على الاتنين فاصلة صاد زائد 11 على الاتنين، ونساوي المسقط الأول بالمسقط الأول، وبعدين نساوي المسقط الثاني بالمسقط الثاني. فنقول له من هنا س هتساوي سالب 3 زائد 9 على الاتنين. 9 ناقص 3 6 على الاتنين فيها التلاتة، يبقى كده س تساوي 3. كده جبت قيمة س. أروح أجيب قيمة مين؟ صاد. طيب قيمة الصاد فهنساوي المسقط التاني، فنقول له هنا صاد زائد 11 على الاتنين تساوي سالب 3 مقامها 1. يبقى صاد زائد 11 يا شباب هتساوي 2 في سالب 3 بسالب 6. وأدي ال 11 بعكس الإشارة، يبقى صاد هتساوي سالب 6 سالب 11 هتساوي سالب 17. يبقى كده قيمة الصاد معايا جبناها بكل سهولة. طبق قانون المنتصف، حط نقطة المنتصف تحت كلمة المنتصف، وطبق القانون على النقطتين ألف وباء، مجموع السينات على الاتنين، مجموع الصادات على الاتنين. السؤال باء يقول لك اثبت أن المستقيم المار بالنقطتين سالب 1 و3 و2 و4 يوازي المستقيم س ناقص 3 ص زائد 1 يساوي صفر. لو عايز تثبت فأنت لازم تثبت إن ميل المستقيم الأولاني يساوي ميل المستقيم التاني. طيب نقول له ميل الأول هيساوي فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات يا شباب هو 4 ناقص 3 على 2 ناقص 1، يبقى 2 زائد 1. 4 ناقص 3 1 و2 زائد 1 3، يبقى الميل الأولاني بتلت. راح أجيب ميل التاني اداني معادلة مستقيم. كلنا عارفين لو عايز أجيب الميل وبيديني معادلة مستقيم فأنا أقول له سالب معامل س على معامل ص. لما أطبق القانون سالب معامل س يعني سالب 1 على معامل ص يعني سالب 3. أهو خدت بالك ما دام مفيش رقم يبقى 1 ومعامل الصاد سالب 3. السالب هيطير مع السالب يبقى اتفضل لك 1 على كام؟ على 3 اللي هي تلت. فتقول له بما أن ميل الأول يساوي ميل التاني يبقى إذا لام 1 يوازي لام 2. يبقى أنا كده يا شباب قدرت أثبت إن المستقيمان مالهم متوازيان. أما لو جه قال لك إن المستقيمان شال متوازيان وحط كلمة عمودي فلازم أثبت إن ميل الأول في ميل التاني بيساوي سالب 1. السؤال رقم 4. 2 جا س ناقص جذر 3 يساوي صفر، حيث س قياس زاوية حادة أوجد ظا 2 س. اداني هنا معادلة مثلثية ويقول لي أنا عايز 2 ظا س، يبقى أنت لازم تجيب قيمة مين؟ لازم توصل لقيمة السين اللي هي هنا. نقول له بسيطة، مش 2 جتا س ناقص جذر 3 بتساوي صفر؟ خلاص أنا عايز أجيب الجتا س فأودي الجذر 3 بعكس الإشارة، يبقى 2 جتا س تساوي جذر 3 بالموجب لأن أوديها بعكس الإشارة هنا كانت سالب. نقسم على الاتنين في الطرفين يبقى جتا س تساوي جذر 3 على الاتنين. أقول شيفت كوزين
جذر التلاتة على الاتنين، يبقى السين درجة تساوي 30 درجة. كده أنت جبت الزاوية. أروح أقول له إذا ظا 2 س دي هتساوي ظا 2 في 30 يعني 60، يعني تساوي جذر التلاتة. يبقى لما يديك يا شباب يديكوا معادلة مثلثية وعايز يجيب قيمة ظا 2 س جا 2 س أي دالة مثلثية، فأنا لازم أوصل لقيمة السين الأول، فأحلها معادلة مثلثية عادي جدا وأبدأ أطلع المطلوب. السؤال باء، اثبت أن النقاط ألف وباء وجيم تقع على استقامة واحدة. احنا عندك هنا طريقتين ممكن تحل بيهم. لما يقول لك إن 3 نقاط تقع على استقامة واحدة ممكن تحلها بالميل وممكن تحلها بالبعد. طيب بالميل أسهل بكتير. لو عايز تثبت إن في 3 نقاط ألف وباء وجيم تقع على استقامة واحدة، فأنت ممكن تجيب ميل ألف باء وتجيب ميل باء جيم. لو الاتنين ميل زي بعض إذا هما يقعوا على نفس الخط، فنقول له ميل ألف باء هيساوي فرق الصادات على فرق السينات، يعني -1 ناقص 5 وسالب 3 ناقص 6. يبقى الناتج بتاعك كده -6 على -9. السالب راح مع السالب، على التلاتة فيها الاتنين، على التلاتة فيها التلاتة، يبقى الميل الأول ب2 على التلاتة. راح أجيب ميل باء جيم. ميل الباء جيم يا شباب أدي الباء والجيم، 5 ناقص 3 و6 ناقص 3. 5 ناقص 3 2 و6 ناقص 3 2. سوري 3. يبقى تاني هنا 5 ناقص 3 2 و6 ناقص 3 3، يبقى الميل التاني 2 على التلاتة. تقول لي بما أن ميل ألف باء بيساوي ميل باء جيم، يبقى إذا ألف وباء وجيم على استقامة واحدة. السؤال الخامس، اثبت أن النقاط ألف وباء وجيم ودال هي رؤوس معين. برضو عندنا أكتر من طريقة ممكن نحل بيها. ممكن نحل بالبعد أو نحل بالميل أو نحل بالمنتصف. تعال نحل بالبعد. هتروح تجيب بعد ألف باء، يعني هنقول دلوقتي ألف باء جذر فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، -3 ناقص 2 تربيع و4 ناقص 3 يساوي، يعني هتساوي دلوقتي -5 تربيع ناقص 4 ناقص 3 1 تربيع، دي تساوي 25 ناقص 1 يعني جذر ال24. أروح أجيب البعد باء جيم، الباء والجيم، فأقول فرق السينات تربيع وفرق الصادات تربيع، يبقى -1 -4 تربيع زائد -2 زائد 3 تربيع، دي هتساوي -4 وسالب 1 -5 تربيع ب25، -2 زائد 3 دي ب1 تربيع ب1 يبقى -1،
يبقى برضه هتساوي جذر ال24. راح أجيب الجيم د -2 زائد 1 تربيع و3 زائد 2 تربيع، برضه هتديك جذر 24. بعد كده هنجيب ألف د، هنقول -2 ناقص 3 تربيع زائد 3 ناقص 2 تربيع، برضه بجذر 24. كده أنا أثبتت إن الأربع أضلاع متساويين، ألف باء والباء جيم والجيم دال والألف دال. لازم أثبت أي خاصية من خواص المعين، إن جميع أضلاعه كده متساوية. ممكن نثبت بقى إن الأقطار متعامدة أو الأقطار غير متساوية في الطول. طيب المعين لما تيجي ترسمه أهو، سوري يا شباب، عشان تجيب القطر فأنا هنجيب الألف جيم وهجيب الباء دال. ألف جيم جذر، خد الألف مع الجيم، أدي الألف وأدي الجيم، فنقول له -1 ناقص 3 تربيع و -2 ناقص 2 تربيع، يبقى -4 تربيع ب16 زائد 16 يبقى جذر 32. أجيب بقى د جذر الباء والدال، أقول له -1 ناقص 4 تربيع زائد -2 زائد 3 تربيع، يبقى تساوي -5 تربيع ب25، 25 و1 جذر 26. فتقول لي كده بما أن، تاني بقى البرهان بتاعك صح، بما أن ألف باء يساوي باء جيم يساوي جيم دال يساوي ألف دال، وألف جيم لا تساوي باء دال، يبقى إذا ألف باء جيم دال معين. ده المطلوب إثباته. السؤال باء في السؤال الخامس يقول لك هنا إذا كان ألف باء جيم مثلث حاد الزاوية، ألف د عمودي على باء جيم، حيث باء جيم ب 12 سم. قال لي باء جيم دي كده ب 12 سم. أوجد بالخطوات قيمة ألف باء جتا باء زائد ألف جيم جتا جيم. تعالى ناخدهم واحدة واحدة كده. ألف باء أولا أنا أصلا مش معايا قيمتها، فتنزل زي ما هي. في لما أجيب الجتا باء أروح فين؟ أدي زاوية باء. لما أجي أجيب لها الجتا، فالجتا بيساوي مجاور في المثلث القائم ألف د باء على الوتر ألف باء، يبقى نقول له باء د على الألف باء زائد ألف جيم مش معايا طولها فتنزل زي ما هي. في جتا جيم، أدي الجيم، ما يجي يجيب لها الجتا فتبقى المجاور اللي هي المسافة دي على الوتر ألف جيم، يبقى د جيم على ألف جيم. لو جيت بصيت الألف باء دي مقامها 1 والألف جيم دي مقامها 1، ألف باء في البسط وألف باء في المقام طرف، فاضل لك باء د.
زائد ألف ج في البسط وألف ج في المقام طرم، ففاضل لك د ج. تعالى خد بالك بقى كده، الباء د زائد الدال ج. باء د ودال ج. الباء د الحتة دي والدال ج الحتة دي، مجموعهم بكام سنتي؟ ب 12 سنتي. يبقى كده كده انا جبت القيمة اللي هو عايزها، وجبت المطلوب طلع معايا ب 12 سنتي. كده يا شباب نكون وصلنا نهاية الامتحان بتاعنا. اتمنى نكون استفدنا. ما تنساش طبعا تشير القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.